في الأرجنتين في أحد البيوت ليلا فيه ست اسمها كارلا. مشكلتها الكبيرة إنها بتسمع أصوات غريبة بتقول لها إنها هتموت من فتحة الحوض بتاع المطبخ. مش عارفة هي بتهلوس ولا إيه، بس من كتر شدة الأصوات خلاص بقت خايفة واستنت لحد اما جوزها بلوم يرجع من الشغل وتحكي له عن الأصوات الغريبة في المطبخ، فيضحك ويقول لها ممكن يكون بسبب جارنا ألبرت لأنه بيعمل إصلاحات في شقته أو بسبب مجاري الصرف الصحي القديمة. وسمع بلوم الصوت بنفسه ويحاول يطمن مراته وهم نايمين بالليل. صحيت كارلا ودخلت الحمام وتطلب من بلوم انه يكلم جارهم ألبرت يوقف صوت الإصلاحات الغريبة بتاعت بيته دي، وعمال ينادي عليه بس برضه جاره ألبرت مش سامعه ولا بيرد عليه. زهق بلوم لأن الساعة دلوقتي 5 الفجر، مستحيل حد عاقل يعمل إصلاحات في الوقت ده. فراح بلوم يكلم جاره ألبرت عن طريق ميكروفون البيت، بس برضه ملقاش منه رد، وكل اللي بيسمعه هو صوت غريب زي اللي هو ومراته كارلا سمعوه في المطبخ بالضبط. حس بلوم بالقلق ويزعق في ألبرت بصوت عالي من بره انه لو ما بطلش الاصوات دي هيكلم له الشرطة. ولما رجع بيته سمع صوت خبط غريب من الحمام، ولما راح يتأكد يلاقي دم في كل حتة، ومراته كارلا طايرة في الهوا وبتتخبط يمين وشمال، وهو مش مصدق نفسه ولا عارف يوقف اللي بيحصل لها ده، ومن كتر الصدمة قعد يصرخ ومش عارف يعمل ايه. والشرطة جت على صوت الصراخ وطبعا مش هيصدقوا كلمة من كلام بلوم واتهموه هو بقتل مراته، ورحلوه لمستشفى المجانين. وفي مرة لقى بلوم 3 أشخاص جايين عشان يساعدوه، وهو العجوز على اليمين واسمه خوان، والست العجوزة اسمها مارا. هما الاتنين مهتمين بالظواهر الخارقة، والعجوز الأيسر هو روز بيك محقق في الظواهر الخارقة برضه. يقولوا له انهم عارفين انه بريء وهيساعدوه في الحصول على البراءة. وهنبدأ يا صديقي نرجع بالأحداث لورا قبل مقتل كارلا وحبس جوزها بلوم. جار بلوم اللي بيعمل إصلاحات في بيته اسمه ألبرت، وهو قصته ببساطة انه بيسمع أصوات غريبة من شخص عجوز أصلع تحت السرير بتاعه، وجرب كل الحلول الطبية لعلاج الأصوات دي. يمكن يكون عنده هلوسات بس فشل، وبيحاول يتواصل مع حد من طارد الأرواح الشريرة بس فشل. كل يوم بالليل كان بيسمع الأصوات دي تحت السرير بتاعه وبتقوله انه هيموت زي كارلا بالضبط، وكل مرة كان بيروح ياخد برشام مسكن عشان يقضي الليلة بدون قلق، املا انه ينجح بكرة في الوصول لأحد طارد الأرواح الشريرة لإنقاذه. وهو نايم يلاقي الكهرباء بترعش وسمع الصوت تحت السرير، ولما يبص ما يلاقيش حاجة، ولكن الراجل العجوز الأصلع موجود أصلا. ويلاقي ألبرت النور قطع والأصوات اشتدت، فراح غطى نفسه بالكامل وعمال بيصلي أملا إنه ما يموتش. وفجأة يلاقي الصبح حل عليه ويفرح جدا لما يلاقي نفسه لسه حي، هو بس أغمى عليه من امبارح. ولما يصحى يلاقي الدنيا كلها من حواليه متبهدلة، أكن الصلوات اللي تلاها بالليل أغضبت الكيان الغامض اللي مراقبه، وما بقاش عارف يعمل إيه ولا إيه. وراح شغله يكلم أحد خبراء طرد الأرواح يقول له إنه مش هيعرف يجيله، وإنه لازم يجيب له الأول دليل على وجود كيان غامض في بيته عشان طارد الأرواح ده يجيله وينقذه. وعمال ألبرت يتحايل عليه بس فشل، وكده عليه إنه يثبت إن الكيان ده موجود فعلا عنده. بس السؤال إزاي هيعمل كده، وإزاي أصلا لو عمل كده هيخرج من المهمة دي حي. وساعتها لما رجع بيته قابل بلوم وقال له إنه مصدر الأصوات دي هي إصلاحات البيت بتاعه، وده طبعا كان كذب من ألبرت. ويقول له بلوم إنه حصل له تشققات في البيت بتاعته بسبب أصوات الإصلاحات بتاعته. وقرر ألبرت يجيب كاميرا ويصور نفسه بالليل، وكده هيبقى معاه الدليل على وجود الكيان الغامض ده. وراح ألبرت ركب الكاميرا على الدولاب وشغل وضع التسجيل، وهيروح يحاول ينام أملا في ظهور الكيان الغامض ليه، وبالتالي هيصوره. ويقعد ألبرت يتلو الصلوات بتاعته أملا في الحماية، وعمال بيسمع في الأصوات الغريبة واشتدت عليه، والليل كمان اشتد هو كمان. وفجأة يسمع ألبرت صوت قوي، وده بسبب ان الكاميرا حد وقعها، فراح يتأكد منها ويلاقيها مصورة الكيان وهو مراقبه. وبعد كده دخلت
الدولاب، وألبرت مركز في الكاميرا يكون الكيان خرج له من الدولاب وراه وخطفه قبل ما يتلو الصلوات. والصبح وفيه أحد الأطفال بيشرب شوية مية من قدام بيت ألبرت، والطفل ده اسمه بوتش، وفجأة يسمع صوت من ألبرت وبيقول له إنه ما ينفعش يشرب من المية. الطفل خاف من الصوت وعمال بيرجع بظهره وهو مش واخد باله من الطريق، وأتوبيس فجأة جه وخبطه ومات. واختفى ألبرت، وسمع بلوم ساعتها وهو بيصلح التشققات صوت صراخ قوي بره البيت، وساعتها الحي السكني كله اترعب واتصدم من الموقف المرعب ده. وأم الطفل ده اسمها إليسيا وحالتها متدمرة على الآخر، والحي كله حضر الجنازة ما عدا ألبرت اللي اختفى. وساعتها اخوان دكتور الطب الشرعي السابق ومحلل الظواهر الخارقة الحالي جاله مكالمة بالليل متأخر من رئيس الشرطة فونتس انه لازم يجيله فورا لانه حصل حاجة غريبة وخارقة للطبيعة في بيت إليسيا ام الطفل بوتش اللي الاتوبيس داسه. وقلق اخوان جدا من صوت فونتس المتردد والقلقان، وبيقول له انه هيشوف حاجة مستحيل يكون شاف زيها قبل كده. والام ساعتها كانت بتشرب سجاير تحاول تخفف من صدمة موت ابنها بوتش، وفجأة سمعت صوت جرس الباب وصوت بينادي عليها شبه ابنها بالضبط، وعمال بيعيط ومش عارف هم دفنوه ليه. وتلاقي الام آثار خطوات طينية بسبب ابنها اللي خرج لها من القبر بتاعه. وبيكون محلل الظواهر الخارقة اخوان وصل لبيت إليسيا اللي كلمت الشرطة بخصوص عودة ابنها بوتش من الموت. محلل الظواهر اخوان مش مصدق نفسه ازاي طفل قدر يرجع من الموت ويحفر من القبر بتاعه تحت الارض ويخرج ويرجع بيته لامه. وفونتس الشرطي اصلا مش مصدق نفسه، وراحوا لقوا الطفل قاعد عادي خالص وقدامه الاكل، ويقول اخوان هم لازم يدفنوه من تاني لان لو حد عرف من الحي هنا اللي بيحصل كله هيقلق ومحدش هيصدقنا. والجثة متعفنة وايد الطفل متبهدلة بسبب حفره للخروج من القبر، وريحة الموت ما زالت عليه، ولحد دلوقتي لسه ما اتحركش خالص. والصبح حل عليهم، وبيستعد فونتس يدي إليسيا ام الطفل منوم عشان هي مش عايزة تسلمهم ابنها عشان يدفنوه من تاني. وفونتس والشرطة مش عارفين يقولوا ايه، حتى الام بتتحايل عليهم عشان ما ياخدوش ابنها من تاني، بس محدش هيقدر يساعدها. واخوان بره البيت يلاقي محللة الظواهر الخارقة الشهيرة مارا بتحلل في الحي السكني كله، وحست بطاقة شريرة وقوية في الحي هنا. فرح لها اخوان ويعرض عليها تساعده في قصة الطفل بوتش اللي رجع من الموت كجثة. هي نفسها اصلا بحكم خبرتها ما شافتش كده قبل كده، واخوان عنده امل انهم يحلوا اللغز ده مع بعض. ومشكلة فونتس هي هم ازاي هيدفنوا بوتش من تاني في النهار كده والناس كلها كده واخده بالها. فيطمنوا اخوان ويقول له انه لازم يتصرف لانهم ما عندهمش حل تاني، وهو معاه مارا الخبيرة وهيحاولوا يحلوا اللغز ده، ولازم يخلص كل اللي بيحصل ده في السر عشان سكان الحي ما يقلقوش. ولما دخلت مارا البيت لاحظت إليسيا الام نايمة بسبب المنوم بتاع فونتس، وحست بالطاقة الشريرة حواليها ورائحة الموت والتعفن موجودة في المكان، وده بسبب جثة الطفل بوتش. وهو دلوقتي دلق كوباية اللبن، وده دليل انه بيتحرك. ويقول خوان انه ساب الطب الشرعي اصلا لما لقى الجثث في المشرحة بتتكلم معاه وبتتحرك كمان، وهو من كتر الجنون ساب شغله واهتم بدراسة الظواهر الخارقة. وفيه احد الاطفال اللي بيتسللوا للبيوت عشان يسرقوا الحلويات، وعلى حظه الوحش وصل لبيت الطفل الجثة بوتش، ولما يحاول يقرب له ويدخل المكان تحصل مفاجأة، يلاقي راسه اتحركت له فصرخ وجري، وراح خوان على صوت الصراخ ولقى شنطة الطفل مرمية، فخد الجثة وحطها في تلاجة وقفل عليها كويس عشان ما تخرجلوش من تاني، وفاكر انهم كده في امان. بس الطفل عمال بيصور فيهم بالتليفون وهيفضحهم كلهم، ومش عارفة مارا تحل اللغز الغريب ده ازاي. وجالهم فونتس ومستعد ياخد الجثة منهم وهيرمي عليها بالمرة اسمنت عشان ما تخرجش من تاني زي الاول. المشكلة انهم بيسمعوا
بيسمعوا صوت صراخ وبكاء من الطفل ده جوه التلاجة ومش عارفين ايه اللي بيحصل معاهم ده، وخدوا فونتس ودفنوا خلاص. ونرجع تاني لبلوم وفريق المحللين بيقولوله انهم هيقسموا نفسهم ل3 مجموعات، هيكون فيها فونتس مع روز بيك في بيت ألبرت المختفي، وهيروح خوان في بيت بلوم، وهتروح مارا لبيت إليسيا، لان ال3 بيوت دول حصلت فيها ظواهر خارقة، وهيراقبوا كل حاجة بتحصل هناك بالليل املا انهم يحلوا اللغز ده، وبالتالي يثبتوا براءة بلوم من قتل مراته. مش مصدق نفسه الشرطي فونتس من اللي بيحصل له، ويقول لروز بيك انا مش حمل المهمات الخطرة دي، انا واحد خلاص هتقاعد قريب من الشرطة بسبب مرض القلب اللي عندي. فيطمنوا روز بيك ويقول له انهم بيحاولوا يوقفوا الكيانات الشريرة اللي هنا من احداث المزيد من الضرر للناس هنا في الحي. واخوان في بيت إليسيا بيطمن على مرة هناك، بيسمع مكالمات مسجلة كتيرة بخصوص الفيديو اللي الشاب الصغير صوروا ليهم وهم معاهم الجثة. وكده المهمة بقت خطيرة جدا، لان لو الشرطة لقت الموضوع كبر هتتهم فريق محللي الظواهر بكل القلق، وكده لازم عليهم اثبات الكيانات الشريرة اللي هنا لانقاذ انفسهم من السجن. وفونتس مع روز بيك في بيت ألبرت المختفي حسوا بحركة حواليهم، وروز بيك بيتأكد يلاقي فجأة السكينة طعنته والدم بيتشفط منه، ولما يروح فونتس يشوف مين بيعمل كده ما لقاش حاجة وما قدرش يضرب نار عشان باقي الجيران ما يحسوش بيهم. وراح روز بيك يعالج نفسه ويطلب من فونتس يروح ينظف مكان الدم عشان ما يبقاش ليهم اثر هنا، بس المشكلة ان فونتس لقى اثار خطوات بالدم موجودة في المكان، ومن هنا حس بالقلق وضربات قلبه عمالة بتزيد، وقرر انه لازم يمشي من هنا بسرعة وهو مش هيقدر يكمل المهمة. فراح يكلم خوان صديقه من 15 سنة ويقول له انه مش هيقدر يكمل معاهم وهيمشي، بس المشكلة ان خوان باصص عليهم من بيت بلوم مش شايفه اصلا، وعمال بيشوف الكيان العجوز الاصلع اللي خطف ألبرت. وفجأة يجي الكيان ده ويهجم على خوان، والمكالمة اتقطعت مع فونتس. حس بالخوف ويقول لروز بيك انه هيمشي من هنا خلاص وهيروح يطمن على خوان قبل ما يمشي، ويتصدم فونتس لما يلاقي الكيان الاصلع العجوز ظهر لهم من تحت سرير ألبرت. وفجأة هجم على روز بيك وخطفه، وجري فونتس منه بسرعة وراح لخوان في بيت بلوم وسمع صوته جوه الدولاب، ولما راح يكسر فيه يتصدم لما يلاقيه محبوس جوه ومش عارف ازاي، وعينه مصابة ومليانة ازاز مكسور، وبيترجاه يساعده بس خاف فونتس وراح لمارا يمكن تعرف تساعد خوان. ويلاقي مارا اصلا قاعدة قدام التشققات في نفس البيت بتاع بلوم وبتتكلم كلام غريب انهم كلهم هيموتوا والكيان ده بيتلاعب بيهم كلهم، ومش عارف فونتس هي ازاي سابت مكانها في بيت إليسيا بالسرعة دي. وفجأة حاجة تسحبها للتشققات في الحائط واتصدم فونتس، ومن كتر الضغط والقلق وكمان هو مصاب بالقلب ضربات قلبه زادت واغمى عليه. فاق فونتس من الإغماء ومش عارف هو ازاي بعد كل ده لسه حي، ويحس بحركة غريبة حواليه. وفجأة الكيان الشرير موجود، وخاف فونتس وهرب لبره البيت بسرعة، ويلاقي إليسيا موجودة بره وبتقوله انها كسرت في الاسمنت وحررت ابنها برضه. تعب فونتس من الجنون ده وراح على عربيته، ولما يجي يمشي من هنا يلاقي فجأة الكيان بيحاول يهجم عليه بس يهرب منه بسرعة، وخرج من الحي السكن المرعب كله وعمال بيفكر يعمل ايه. الاستسلام مش الحل، خصوصا ان خوان ومارا وروز بيك خلاص الكيان الشرير سيطر عليهم، والشرطة هتعرف كل حاجة وهو اللي هيشيل التهم لوحده. فقرر انه يجيب بنزين ويروح يولع في البيوت ال3 اللي الكيان ظهر فيهم املا ان اللعنة تنتهي. ولما دخل البيت لقى إليسيا انتحرت عشان تحصل ابنها في الموت. ولما يجي فونتس يولع في البيوت فجأة جاله خوان وطفى الكبريت، بس راح فونتس وضرب نار وولع في كل البيوت. واتفاجئ بلوم بمحققين جداد وصلوا له ويقولوا له ان اثبات محللي الظواهر الخارقة لبراءته فشل خلاص، واصلا فونتس ولع في البيوت كلها وولع فيهم وسلم نفسه لينا. ومصدوم بلوم ويقول لهم محدش هيقدر يوقف الكيانات الشريرة دي، واي حد هيعترض طريقها هيموت. وما بقوش المحققين عارفين يعملوا ايه مع بلوم، وكده
ولحد دلوقتي ما زال هو متهم في جريمة قتل مراته، وهيقضي حياته في المصحة النفسية. لمزيد من الأفلام هتلاقيهم على القناة، وهسيب لك قوائم تشغيل ليهم في الوصف تحت الفيديو.